بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أعزائي الفلاوين، مرحبا بكم في قناة شيف خالد، دائما مع الوصفات الصيفية السهلة والسريعة. اليوم راح نقترح عليكم بطاطا مشمرة في المقلاة، جربوها ما راحش تندموا عليها، صدقوني تجي بنينة رائعة وراح توجدوها في وقفة. الفيديو بس كيوام ديك الساعة تعالي مليح مليح بطاطا مشمرة ذي المقلة تستفني تسدل عليه خفيفة جافت تسندل ما فلاس. نتمنى هنايا خياتي ولا خاوتي اللي عجبكم الفيديو ما تبخلونيش بجام وبتعليق والبارطاج. نتمنى كيما اللي يعجبكم لا فيديو تقولوا تاس الجام البارطاج ذاك الكومنتير. والان نروحوا لطريقه تحضير هذه الوصفه. واحد نجوج لا روسه تاعنا. الان كما راكم تشوفوا في هذه المقلاة حطيت حوالي 5 ملاعق كبار تاع زيت المائده. كي تبقوا الماء هذه المقلاة يخمر 5 جوين زيت سانكو، وراح نحط عليهم حبه بصل متوسطه قطع مكعبات صغار وراح نحمصها مليح هكا تقراكن عالي. ابا راح نضيف عليهم 3 سنات ثوم قطع شرائح. هكا نغلي 2 تيشيرت لازم كتم مدورين ناضي روندال. الان كما راكم تشوفوا بعد ما حمرت ولا حمست مليح البصل هذاك تاعي مع الثوم، راح نضيف لهم حبه طماطم متوسطه مسكرفجه هكذا كيما يقليكن عليك البصل لي تيشيرت ماشي طوماطيش موين رابيغت. والان بعد ما قليتهم كامل حطيت نص ملعقه قهوه تاع توابل الجبن مع ملعقه صغيره فلفل احمر حلو مع ربع ملعقه صغيره فلفل كحل. وانتم هنا الا ما عندكمش توابل الجبن ديروا توابل تاع الدجاج. تلقى كي خمر لي زيبيس وفرماج فلفل افريكاني فلفل زكوك الملح مع نص ملعقه صغيره ملح. وراح نحمسهم حوالي دقيقتين تلقى تقرا كذا كازا 2 دقائق. ابرا راح نمرق بكاس ماء سخون هذا كاس تمرقص الكاس كيبوا من يحمان، وراح نغطيها ونخليها تطيب حوالي 5 دقائق. هكا تغمر وتجرى تبزر 5 دقائق. وهنا وجدت بعد ما فات 5 دقائق انا شديت 3 حبات بطاطا قليتهم لي فريت بصح ما حمرتهمش مليح، خليتهم هكذاك شويه صفوره بصح طابت كذا كي شو خمرت بطاطين صبات لي فريت هكا كي تصبات كان اختي لاصوصه كان نضيف لها الصلصه ونخلطها مليح مليح هكا تخلطها. والان راح نضيف عليها قطع تاع الجبن هكذا جالس انا مرسوم لك فرماج. وانتم لا ما عندكمش هذا الفرماج فوندو تقدروا ديروا لها فرماج رابي في كيما اللي تعمل فرماج كي بورسيون زبط تستخدم فرماج رابي. وراح نكسر عليهم من الفوق 3 حبات بيض بصح هذاك البيض ما خلطوش مليح. كي كيش راح خمر داير 3 ملالين باش تخمر شويه الملح وتخلطها راني مليح. لازم تسلقها سفلى تخمر سفلى. وراح نغطي عليهم حوالي دقيقتين ونطفي عليها. كاين اللي يسخن في ملالين كان تسلقها سفلى وتغمر وتجر 2 دقائق وسنسى في اللازم. كما قلت لكم هذا الطبق صدقوني ولا اروع، يجي بنين بدون لحوم بدون دجاج بصح البنه نتاعو ولا اروع. كيف ذاك الفنيس عليت مليح مليح فنين خفيف ودقيقه توجد. انا حزينه بشويه مع هاوليك بعد ما طربنا الجواز تاعنا ولا البطاطا مشمله تاعنا حزينها بشويه مع الدبس وصفه اختصاصيه بدون لحوم بدون دجاج شهي بصح البنه تاعها ولا اروع، الريحه تاعها دايره حاله في الكوزينه. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه. نحن نوريكم كيفاش على النتيجه هكا قلت لكم جربوها رائعه جدا بنينه ولا اروع. شوفوا نتمنى تجربوها لولادكم راح تفرحوهم، خاصة هذه الوصفة مليحة في هذه لابيريود تاع لي زيكزامان. وهذه الوصفة صيفية بامتياز. لو تستقل عليه مليح مليح كيف ذاك لو تستقل عليه مليح مليح خفيفة وتجد داكسون بلا ياسر كيف ذاك في الكوزينة ريحة يستخدم من هنايا خوتي ولا خياتي اللي عجبكم الفيديو ما تبخلونيش بطاطا مشملة تعليق والبارطاج. وعلاش هذاك الجميع عاونا باش يطلع الفيديو نتمنى تجربوا الجيم الكومونتير والبارطاج يعجبني تعاوني باش تجيني لا فيديو والتعليق والبارطاج. اخيرا نقول لكم رعاية الله وحفظه مع السلامة في أتباع ان شاء الله. اخيرا نقول لكم ندير هنا الخير ولا يسكتني ما يفعل.
مثلا قلاوي ندينا جاكم دير هنا الخير ولا يستلم ما يبغى بوحنين